السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايديا مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو يا حبايبي اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغطي على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. تعالوا النهارده كده ان شاء الله هنعمل مع بعض يعني غدا جميل حلو جدا والنهارده هنغير بقى ايه في المود بتاع الاكل كل يوم، اللحمة والفراخ والحاجات دي. تعالوا بقى ايه، هنجيب حلة كده وحبة زيت وهننزل ايه، هنخرج كده ايه بصلتين كبار كده او 3 متوسطين يعني، حسب الكمية ايه اللي انت هتعمليها او الحاجة اللي انت هتعمليها يعني. خلاص. طبعا ايه انا طبعا ايه بحب كده اخرط البصل كده والحلة على النار يعني. هخرط البصل كده بالشكل ده طبعا، ايه، قطع صغيرة طبعا. وهسيبه بقى ايه على النار كده لغايه ايه ما يدبل معايا. وهنزل كده ايه عليه بالثوم والفلفل الاخضر. خلاص. اول كده ما ايه يدبل معايا حب كده، هجيب ايه قرن فلفل اخضر كده بالشكل ده، عشان انا عايزه الايه الاكل اللي انا هعملها تبقى حراقه كده وحلوه وجميله يعني. وهو عامه الفلفل الاخضر بيدي طعم للاكل عامه يعني. خلاص. اهو كده بالشكل ده هخرط بقى ايه القرن كده كله بالشكل ده. شايفين؟ وبعد ايه ما اخرط الايه القرن الفلفل كله عامه، ايه هنزل عليه كده ايه بال على الفلفل يعني والبصل والحاجات دي كلها بالايه بنص معلقه كده من الثوم المفروم. خلاص. اهو الثوم المفروم كده وايه، وعلى البصلايه بعد ما تدبل كده وايه وخرطت القرن الفلفل بالشكل ده، واسيبها ايه تدينا بقى ايه تاخد اللون الاصفر الحلو الذهبي اللي احنا ايه هنشوفه دلوقتي. خلاص. اهو بالشكل ده. اهو كده خلاص يعني اخدت اللون الذهبي الحلو الجميل ده. اهو. طبعا ايه انا ضرب الطماطم جنبي كده في الخلاط يعني. اهو بالشكل ده شايفين. وهنزل كده ايه عليها كده ايه، هنزل بالطماطم كده ايه على البصل. خلاص. طبعا ايه هنكرم بقى الايه الشفشق بتاع الخلاط حبه من الميه، عشان ايه طبعا بيبقى كل الطماطم وحاجات زي كده يعني. واسيبها بقى ايه تعيش حياتها. تعالوا بقى ايه هنجيب الخضرة بعد ما غسلتها كده، اصفيها كده ايه من حبة المية اللي ايه تحت منها، ونخرطها بقى ايه دي معايا ايه كزبرة وشبت يعني. عندك بقى دونس حطي، انا ما عنديش طبعا، عندي كزبرة كده وشبت. هخرطهم كده ايه خرط رفيع جدا، عشان ايه انا ما احبش عامة الخرط يبقى ايه تخين حبة يعني. الخرط لما يبقى صغير كده بيبقى حلو كده ايه في الخضرة في الخلط بتاعتنا، وتبقى حلوة يعني. اهو كده بالشكل ده. وابتدي بقى ايه نخرط الخضره. طب هتعملي لنا ايه يا ام كريم النهارده؟ انا طبعا مش هعمل محشي طبعا، انتوا شايفين ال التخديعه اللي انا عملتها والشبت والكزبره. طبعا هتقولوا ده محشي، لا هو مش محشي عامه يعني. النهارده هعمل معاكم بقى ايه اكله حلوه جدا جدا وكلنا بنعشقها يعني وحلوه عامه يعني. هعمل مع بعض ايه الممبار طبعا دي من الاكلات الحلوه الجميله اللي كده بتهف علينا يعني ساعات كده وبنجيبها ونعملها يعني بتبقى حلوه جدا جدا وتغيير عامه في الاكل يعني وفي الفراخ واللحمه والحاجات دي. تعالوا كده ايه الصلصه بتاعتنا بعد ما ايه دخلت في التسبيكه بتاعتنا، احط لها التوابل ملح وكمون وفلفل اسود وايه وكزبره ناشفه، وحطيت لها ايه حبه شطه كده، عشان انا طبعا عندي الفلفل الاخضر ده مش حامي قوي يعني، فحطيت لها ايه حبه شطه. خلاص. وكده خلاص شايفين الصلصة بعد ايه ما اتخدعت معانا وبقت جميلة جدا. تعالوا بقى ايه غسلت حبة رز كده، طبعا الرز ده حسب الكمية اللي انت هتعمليها من الممبار. خلاص. وهنزل كده ايه بالخضرة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي، وهحطها كده على النار، وهنزل ايه بالصلصة بتاعتنا او التخديعة بتاعتنا اللي احنا عملناها. خلاص. اهو بالشكل ده. وكل ده والصينية كده على النار، عشان ايه انا عايزه اي سوائل فيها كده تنشف معايا في الخلطه الجميله دي. خلاص. هنزل كده ايه بحبه نعناع ناشف. النعناع ده بيدي طعم جميل جدا جدا عامه في اي محشي. انا في اي محشي بحط النعناع ده، سواء في ورق العنب او في الكرنب او اي محشي انت هتعمليه. حبه نعناع كده ناشف او اخضر كمان، لو عندك اخضر كمان يبقى تحفه وجميل جدا كمان. خلاص. هبتدي بقى ايه اقلبه كده بالشكل ده.
وتعالوا بقى ايه هنشوف ايه هنحط ايه تاني. بصوا هاتي بصلايه كبيره كده وبشريها كده على المبشره، وانزلي كده ايه على الخلطه، حطيها على الخلطه اللي انتي عملتيها دي، هتديكي بقى ايه النكهه بتاعت الايه الممبار اللي بنعمله ني في ني. طبعا في ناس بتعمل الممبار ني في ني الخلطه بتاعته، لا انا بحب اعمله كده وايه، واروح بشره بصلايه كبيره واحطها عليه، بيدي الطعم الجميل اللي ايه بنعمله كده ني في ني يعني. تعالوا بقى ايه نشوف الممبار. بعد طبعا انا كنت غسلاه قبلها بيوم ومنقعاه طبعا، وكنت مخلياه اللمعه كده زي ما انتوا شايفينه، شايفين لمعه كده وتحفه وحلو وريحته حلوه يعني مفيهوش اي زفاره خالص. اهو كده بالشكل ده. ويلا بينا كده يا حبايبي هنشوف هنحشيها ازاي مع بعض. تعالوا طبعا انا قاعده على الطبليه كده في المطبخ، معايا صينيه كده، وهنزل كده ايه بحبه من الخلطه اللي انا عملتها الجميله اللي انتوا شايفينها ديت. طبعا انا مش ايه مش هحشي على على الرز كله، لا انا هجيب كميه يعني ايه حبه رز بحبه قليلين كده على الصينيه، عشان لو فاض مني رز ما يبقاش ايه فيه ميه من من الممبار يعني والحاجات دي. خلاص اهو بالشكل ده. هخلي بقى ايه الرز اللي جنبي دوت بعيد، وهحشي كده ايه على الصينية. خلاص اهو بالشكل ده. كل ما يخلصوا الحب اللي على الصينية احط تاني، عشان ايه ما اخليش الرز كله يبقى ايه متشرب كده من المية بتاعت الايه الممبار. خلاص. وابتدي بقى ايه، احنا طبعا متعودين وكلنا يا ستات البيوت بنعرف نحشي ايه الممبار. طبعا احنا طبعا مش هنحشيه كله، هنحط في حبة كده ونوزع ايه في الممبار يعني، عشان لما يستوي معايا الرز ما يبقاش ايه كابس معايا وما يبقاش ايه مستوي. لازم ايه ايوه بصوا نعمل منه شوية كده ونوزعه بقى ايه في الممبار كده بالشكل ده، عشان لما يستوي يبقى الرز مستوي معانا جوه وما يبقاش ايه كابس معانا يعني. خلاص اهو كده بالشكل ده. طبعا ايه الكمية كانت كتيرة معايا، اخدت معايا وقت يعني وكده يعني. فانا ايه هعمل معاكم حب كده. بصوا الممبراية دي طبعا لقيتها ايه اتخرمت كده بالشكل ده، بس برضو هتنفع احشيها برضو اهو كده بالشكل ده. شايفين طريقة سهلة جدا جدا. ودي طبعا دي انا بعمل الممبار عامه بالخلطه دي على طول يعني متعوده عليها، بعملها زي المحشي بالظبط. بس ايه بعد ما اعملها اجيب بصلايه بقول لكم كده يعني ابشرها واحطها على الخلطه، عشان تدينا بقى ايه الطعم الني في ني. طبعا الني في ني البصل بيدي ليه الطعم، فانا بقى ايه ببشر بصلايه كده يعني وبحطها على الخلطه دي عشان تدينا الطعم الحلو اللي احنا بنعمله ايه، اللي امهاتنا وستهاتنا يعني بتعمله ايه ني في ني ويبقى جميل يعني. اهو كده. وابتدي بقى ايه وزعي الرز كده ايه في الممبار كله، عشان ايه يستوي معانا ويبقى جميل. تعالوا كده يا حبايبي بعد ما ايه حشيته كله، طبعا اخد معايا وقت طبعا كميه كتيره. حطيت طبعا ميه كده على النار هتغلي معايا، نزلت كده ببصلايه وجزرايه كده بالشكل ده. الجزر بيدي طعم حلو جدا عامه في اي لحوم او طير او اي حاجه او حاجات دي يعني. وهنزل كده ايه بورق لورو، وهنزل ايه بالتوابل. هحط ملح. هتحطي ليه ملح يوم ما كريم دلوقتي؟ لا انا عامه الحاجات اللي بتتشرب ميه او في الشوربه يعني بحط لها الملح الاول، عشان طبعا الممبار اول ما هتنزلي ايه بيب في الميه هيتشرب الميه. طبعا لو انتي حطيتي لو ما حطيتيش ملح هيتشرب الميه دلعه كده وايه، ومش هيبقى حيق معاك وهيبقى حلو يعني، مش هيبقى حلو خالص لو انتي ايه ما حيقتيش الميه بتاعته. خلاص طبعا حطيت ملح، حطيت ايه الحاجات اللي انا حطاها دي، وحطيت ايه حبة كمون بسيطة خالص مش كتير يعني اهو بالشكل ده. وهبتدي بقى ايه اسقط الممبار كله كده ايه، هعمل منها الرز كده لو في حبة رز كده ايه من بره عليه هنشيلهم يعني اهو كده. بصوا كمية حلوة جدا وكتيرة يعني اهو شايفين اهو بالشكل ده. سقطي بقى ايه الكمية كلها بالطريقة دي وبالشكل ده. وهبتدي بقى ايه اقلبهم. بصوا اول ما ننزل بالممبار كده هيتنفخ معانا عشان ايه اتشرب طبعا المية وهيبقى جميل. تعالوا بصوا هو كده قرب يعني يعتبر دخل في السوا يعني. بصوا مش لازق معايا عشان ايه انا ايدي فيه على طول ما خليتوش لازق يعني ايه في قعر الحلة يعني. خلاص اهو كده. وتعالوا بصوا بقى ايه بعد ما استوى معايا وبقى جميل ومش حامل اي حاجة تيجي فيه يعني. بصوا الماسك يعني بصوا استوى بطريقة فظيعة. شايفين حلو جدا 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 جدا. بصوا
شايفين جاي اشيلها اتقسمت نصين. كان مستوي على الاخر وحلو جدا جدا، وطعمه فظيع من ايه. الخلطه بتاعتي جربوها بجد بجد يعني هتعجبكم جدا. والبصلايه اللي انا قلت لكم عليها دي بتدي طعم حلو جدا يعني ايه في الممبار. اهو كده هشيل الكميه كلها كده بعد ما ايه استوى وبقى حلو جدا. ومش حامل اي حاجه ايه تيجي فيه. اهو هطلع الكميه كلها كده بالشكل ده. اهو كده. وكده خلاص يا حبايبي طلعت الكمية كلها. بصوا طبعا ايه انا حطاها على مصفى، والمصفى تحت منها طبق كده عشان انا عايزة المية كلها ايه تنزل منه او ايه او تتصفى، يعني الممبار يتصفى على الاخر عشان لما اجي ايه اقليه في الزيت طبعا ما يفرقعش فيا يعني. وتعالوا بقى هاتوا طاسة كده وحبة زيت بسيطة خالص، ما تكتريش زيت. الزيت عامة بتاع الممبار ده بعد ما نخلص الكمية بنرميه يعني. وعامة الزيت اليومين دول غالي جدا جدا يعني. فايه فحرام يعني لو كترتي زيت وفي الاخر هنرميه. لا احنا ايه على قد اللي على قد طبختنا اعملي. فايه فما تكتريش في التحمير يعني عشان كده ولا كده. احنا بنرمي الزيت دوت طبعا ايه بعد ما نخلص طبعا ايه الزيت بتاع الايه الممبار. خلاص. هنبتدي بقى ايه نقلبه كده على ايه الناحية التانية. بصوا جميل جدا وحلو جدا جدا جدا. في ناس بقى ايه بعد من غير ما تقليه في الزيت ايه بترصه على صينية وتدهنوا حبة زيت او سمنة وتدخلوا ايه تحت الشواية. فانا عامة بحب اقليه كده في الزيت. بيبقى ليه طعم كده وحلو يعني ويدي لون حلو كده وجميل يعني. خلاص. اهو كده وهشيله كده ايه هشيل الحطة الاولانية. طبعا هي كمية كتيرة جدا. اهو كده شايفين لونه الجميل وحلو قوي قوي قوي. اهو كده. وابتدي بقى ايه بصوا شايفين الجمال. بصوا الله العظيم بجد تحفة وجميل جدا. تعالوا بقى ايه نحط ايه حطة تانية كده في الزيت. شايفين انا بقول لكم الزيت مش كتير الزيت مش كتير. عشان ايه طبعا احنا مش احنا طبعا ايه الزيت ده طبعا هنرميه فايه فما تكتريش يعني عامة يعني. خلاص هبتدي بقى ايه هرصه كده هملي الطاسة كده بالشكل ده. اهو. املي الطاسه بقى عشان ايه ما ياخدش معاكي وقت كده ومجهود يعني وانتي واقفه كده على البوتاجاز يعني. ونبتدي بقى ايه نقلب الكميه دي تاني. بصوا شايفين عامة أول ما تطلعي الممبار طلعيه على مصفى عشان ما يبقاش في أي مية وإيه وتبهدلك الدنيا بقى وممكن إيه يجي في وشك يجي في إيديكي. لا الممبار بالذات أول ما تطلعيه كده من الشوربة بتاعته حطيه على مصفى وتحت المصفى طبق كده لغاية إيه ما ينشف معانا وأي سوائل فيه إيه تتصفى. بصوا خطير جدا جدا وطعمه فظيع. وكده خلاص يا حبايبي خلصت الكمية كانت كتيرة معايا. بصوا كمية كتيرة جدا وحلو جدا جدا جدا. واتمنى تجربوها الطريقة بتاعتي في الممبار طريقة جميلة وانا معتمدة عليها على طول. بجد حلو جدا وكان طعمه فظيع. وده كان غدانا النهارده. غيرنا بقى ايه حبينا نغير بقى ايه من اللحمه والفراخ والحاجات دي وايه وعملنا جنبهم بقى ايه الرز. ولو عندك حبه خضار كده حطيهم جنب منه كده يبقى او مكرونه. يعني انا ممكن لو عملته قبل كده ممكن بعمل معاه مكرونه. النهارده بقى ما عملتش مكرونه. كان عندي خضار يعني وطبخت حبه رز. وده كان غدانا النهارده. بصوا الجمال شايفين. والله العظيم بجد كان تحفه وجميل وطعمه جميل جدا جدا ومستوي جدا جدا من جوه. بصوا الرز بتاعه مستوي ازاي وحلو قوي قوي قوي. والخلطه بتاعته كانت جميله. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. لايك وشير كده لاعمال ايدي مع ام كريم. بحبكم في الله احلى متابعين. ومتنسيش اللايك من ايدك الجميله. والسلام عليكم ورحمه